انا كان في رجاله في حياتي، عادي. قصدي من غير جواز. ماشي، مش مهم اللي راح، المهم اللي جاي. غريب. الله، ايه الغريب في كده بقى؟ انا اعرف ان اصلك فلاح، والفلاحين طبعهم مش كده. بقول لك ايه يا هند، مفيش فلاح في مصر كلها يحلم يتجوز واحده زيك. وبعدين يا ستي عايزك تعرفي حاجه مهمه، الفلاح يوم ما يتجوز واحده يعرف يحكمها. وبعدين كل حاجه وليها ثمن، واللي ما يرضاش بالخوخ يرضى بشرابه. انا صارحتك وانت وافقت، مش هتصارحني انت بقى؟ عاوزه تعرفي ايه؟ هو انت ليه خنت اللواء مجدي؟ انت عرفت ازاي؟ اصلها يعني مش خيانه بالمعنى المفهوم. كل ما هنالك ان انا عملت عمليه لحسابي بعيده كل البعد عن نشاط الشركه. انت عايز تعرف انا عرفت ازاي؟ انا كنت جاسوس عليك. كل حاجه شفتها مني وعملتها معاك كانت بأوامر من مجدي بيه. هو اللي طلب مني ان انا اسحبك واتجوزك. ويجوزك ليه؟ عشان ايه؟ مكافأة على خيانتي ليه؟ خلاص، انت بقيت في حكم الميت. المفروض ان اتجوزك وبعد كده هقتلك. معقول؟ لكن ليه عملت كده؟ طبعا لازم اعرف عشان اصدقك. ما هو الاتفاق اللي بيني وبين اللواء مجدي انا ما اقدرش انفذه بحذافيره. انا اتجسس على واحد ماشي الحال، اعمل مصيبه تودي واحد في داهيه مش مشكله، لكن اقتل لا، خاصه بقى اللي هيتقتل ده هيكون جوزي. العقربه بس هي اللي بتموت جوزها، وانا ما بحبش اكون عقربه. عندك دليل على كده؟ عندي كل التسجيلات اللي تخصك. عايز ايه تاني؟ يعني بقى وضعك دلوقتي زي وضعي بالظبط. وهو ده اللي خلاني افضل سهرانه طول الليل. خلاص ما بقاش في ضمان على حياتي، مؤكد هيخلص مني وبعد كده يخلص منك. يعني بقى على رقبتي ورقبتك سيف واحد. وهي دي قواعد اللعبه. يبقى مفيش قدامنا غير اننا نتفق. على ايه؟ نشتري عمرنا. عمرك ولا حياتك؟ هي هتفرق؟ تفرق كتير. انت ليك ايه في البلد دي؟ ولا حاجه. وانا زيك. وهي دي بقى لعبه الموت. فلوسك اللي جوه مصر وبره مصر النص بالنص. ها قلت ايه؟ وبعدين؟ انت فلاح بقى وتعرف المثل، اتغدى بيه قبل ما يتعشى بيه، وب10,000 دولار تقدر تاخد الجنسيه في كندا. والشاطر بقى اللي يلاقيك، يا كده يا عارف انا ميت وانت ميته. يعني خلاص يا سعيد ارتب اموري. همتك معانا يا استاذ سيد، عايز العربيه تنزل بسرعه تجيب رزقها. باذن ربنا هترجع زي ما كانت واحسن شويه. انا عن نفسي هنزل اقف مع بتاع الازاز لغايه ما يجيب الازاز الجديد. منهم لله ولاد الحرام، عمري ما شفت اذيه من غير سبب بالشكل ده. الايام دي بقت كده يا استاذ سيد. باذن الله بكره ساعتين زمن وهترجع زي ما كانت ان شاء الله. طيب والاتفاق؟ اتفاق يا استاذ احمد، ده مفيش حد في الحته دي الا وعم ربيع حط له حته حلاوه في بقه. مش هنختلف. السلام عليكم. عليكم السلام. يا تغريد، مالك شايله الهم كده ليه؟ هو في حد عاوز يشيل هم يا احمد؟ الهم هو اللي عمال يحط علينا، زي ما يكون غراب اسود بينقر فوق راسنا. ايوه بس دي
تعتبر حادثه ومش هتعدي كده. هتعدي ولا ما تعديش؟ حاسه اني مخنوقه وخايفه، بس مش عارفه ايه اللي خانقني، ولا عارفه انا خايفه ليه. لا، مش ممكن ده كله يكون بسبب العربيه، او يكون بسبب الظابط ابن صاحب البيت. اكيد في حاجه وانت مخبيها عليا. مفيش يا احمد، قلت لك مفيش. هو لو في حاجه يعني هخبيها عنك ليه؟ لا في. انت مش شايفه دموعك مغرقه وشك ازاي؟ اصلي دمعتي قريبه، حتى وانا فرحانه دمعتي بتبقى قريبه. على اي حال، المشاكل اللي زي دي بيحلوها الرجاله، ما تخافيش. في ناس لسه بتعرف الحق وبتقف جنبه. احمد، هو انا لو طلبت منك طلب تعمله؟ انا عمري ما اتاخر عندك. اكتب عليا. ايه تغريب؟ ما الموضوع ده يعتبر منتهي واحنا واخدين فيه القرار. النهارده مش بكره، الليله يا احمد. مش بقولك انت مخبيه عني حاجه؟ مالك؟ مفيش. ده حتى النجار لسه ماشي واخد مقاسات الازاز المكسور. انا مش في الازاز المكسور. تغريد بلا معيطه ليه؟ ما فيش حاجه يا ماما، انا بس كنت متضايقه على العربيه. على ماما يا بت. مالك يا ربيع؟ الراجل طلع قلعان من ابنه. ما انا قلت لك وانت اللي ما صدقتش. ما صدقتش، لكن شفت بعناية وسمعت بوداني. محروس البلتاجي الراجل الطيب بقى راجل مفتري، مصمم يطردنا في الشارع، بيهددني بجبروته. يا نخاف ونمشي يا اما مش هيسيبنا في حالنا. شوف يا ام عتبه، البلد والله اتغيرت، مع اننا ما غبناش كتير. ما احنا كمان اتغيرنا يا شيخ معتمد، وفي حاجه بتفضل على حالها. على رايك، انا ان شاء الله هنزلك على اول الحاره واكمل انا للجمعيه. يعني ايه؟ انت مش هتيجي معايا ولا ايه؟ لا، انا هسيبك كده تاخدي راحتك مع اهلك، واروح اخلص اشغالي مع الشيخ شفيع والاخوه، وبعد كده بلحقك. لا يا اخويا، بقول لك ايه، دول اهلي وانا عارفاهم كويس، ما اقدرش عليهم لوحدي. ربنا يعينك. وعينك معايا. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك؟ ازيك يا اختي؟ انتوا ايه، نايمين ولا ايه؟ لا مش نايمين ولا حاجه. اهلا اهلا اهلا، ازيك؟ بوس خالتك يا عدب، مش بذمتك شبه خاله عاطف؟ يمكن. امال فين عاطف؟ مش عايز يشوفني ولا ايه؟ عشان ما يشوفنا الاول. عشان كده. ايه يا اختي؟ ايه اللي جرى للعربيه؟ ايه اللي صابها؟ قفلي على موضوع العربيه وبلاش تفتحيه، احسن ابوكي وامك على اخرهم بسبب العربيه واللي حصل لها. والله احسن، يا ريت هتولع ونخلص منها. جرايه نواره عملت لي كده العربيه عشان تتمني خرابها. يا اختي ما بقتش قد المقام ولا من توبنا. نواره ابوكي على اخره،